في مضمون الرواية أن شخصا يسأل الإمام عليه السلام عن الكبائر، الذنوب الكبيرة. الإمام مضمون الرواية يعد له الشرك بالله عز وجل، الأمن من مكر الله سبحانه، اليأس من روح الله عز وجل، عقوق الوالدين، قتل النفس المحترمة، ذنوب كبيرة. بعد أن يسرد الإمام تلك الذنوب يقول الراوي للإمام: إنك لم تذكر ترك الصلاة، ذكرت ذنوب كثيرة، ما ذكرت ترك الصلاة. قال: تارك الصلاة كافر، أنا أتحدث عن الذنوب، تارك الصلاة كافر. زين، هذه تؤخذ على إطلاقها. لو كنا نحن وهذه الرواية لا دليل آخر لقلنا نعم تارك الصلاة كافر، لكن قامت عندنا أدلة أخرى تدل على